السلام عليكم. ده سيلر حراري من جوتن زي ما انتم شايفين. العبوه دي 3 لتر سيلر حراري. ده طبعا بندهن بيه الجبسن بورد. بعد ما نرش من الجبسن بورد نشيل الزيادات بندهن وجه سيلر حراري. طيب ايه فايده سيلر حراري الجبسن بورد؟ خلينا نعمل تجربه بسيطه مع بعض علشان نشوف هل فعلا له فايده ولا لا. بصوا يا جماعه، دول قطعتين ورق زي الورق اللي بيغلف الجبسن بورد بالظبط. طبعا الجبسن بورد عباره عن واحد جبس مغلفه بورق زي ده او يمكن اخف من ده. حلو. طيب خلينا نحط ورقه كده على جنب، هنسيبها. الورقه الثانيه هننزلها في السيلر الحراري اللي احنا شغالين منه. تمام كده الورقه بالكامل دهنت سيلر حراري زي ما حضراتكم شايفين. طيب هنسيب الورقه دي تنشف وبعد كده نكمل التجربه بتاعتنا. يا جماعه قطعه الكرتون بعد ما نشفت تمام، ممكن هي فيها لمعة شوية، ده الوضع يعني. تمام، انا بس كده حانت لحظة الحقيقة. خلينا نعمل اختبار بسيط. دي قطعة الكرتون اللي احنا ما دهناهاش اي حاجة، يعني زي الجبسن بورد قبل ما يدهن. كب عليها شوية مية كده. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين قطعة الكرتون امتصت المية تمام وباشت اهي. تمام، سهل ان انت تقطعها مثلا. طيب خلينا نشوف القطعة الثانية. نكب عليها مية، شوف ولا مفيش اي مية تمسك فيها. دي الفكرة. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الجبسن بورد لما بياخد سيلر حراري تمام بيكون معزول من الدهانات المائية اللي انت غالبا هتشطب بيها، اللي هي بلاستيك مطة وبلاستيك ربع لامع مثلا. دي دهانات مائية اساسها ماء بتخفف المية. فلو انت دهنت على طول او معجنت معجون مائي على طول ودهنت دهانات مائية فبينفخ وبيحصل فيه مشاكل، بتحصل فيه بلاوي الصراحة. لكن لما تعزل بسيلر حراري انت بتتجنب الكلام ده. قد ما يحصلش مشاكل، ايوه قد ما يحصلش مشاكل، ولكن انت بتتجنب الكلام ده بالسيلر الحراري. بتديك اساس وبعد كده بتشتغل اللي انت عايزه. اتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.